برجع لك. انت كيف قبلت في التدريب فريق ما عنده لا ملعب، لا عنده لا تمارين، ما عنده لاعبين؟ كيف قبلت فيه بصراحه؟ هي تحدي، اتكلم على التحدي. ارجع. اي انا من الناس اللي لو تشوف مسيرتي كلها فيها تحديات بصراحه، يمكن ابو فهد يعرف غالبيتها تحديات. ما كان في البدايه ما كانت في رغبه بصراحه. كان عندي مخطط ثاني خاصه في دوري روشن، بحكم انه المساعد الوطني يقدر يكون مساعد في دوري روشن، ولكن ما ربنا كتب. بصراحه استشرت القريبين لي، الوالد والوالده، شجعوني كثير بصراحه. قبلت بالمهمه رغم صعوبتها، وكنت عارف انها مستحيله، مش صعبه، مستحيلها يا كابتن، مستحيله. هذا انت قلت مستحيله وصعبه، لانك انت تقابل فريقين لهم باع طويل في يعني تخيل تقابل فريق لاعب واحد في نادي الشباب بالقيمه السوقيه حق الكره اليمينيه كامل، ويمكن بعد اي دوري ثاني الله اعلم، ولكن الحمد لله. الحمد لله لاعب واحد في الشباب يعادل كره القدم اليمنيه ككلها، مش النادي. نعم. نادي